حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم النور والظهور ما ملأ الوجود فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاتت هذه البشارة وتلقاها بقلب فقد هدي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان كواعد وتنم على عهد اليقين مثل ذلك الإذعان وتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكوارا منيرا فما أعظمها بمنة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة انتشر ذرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن كلمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يقسم جعاره المصلي عليه صلاة يقسم جعاره المصلي عليه صلاة يقسم جعاره المصلي عليه بسط في قلبه مشرد على كيفه وحبه ويقصب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وأصحابه الذين ارتقوا صوة المجد بقلوبه وتفيعوا خلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عتر الأقوال في نسر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم اجرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أوصال تخصيصه البشر الكريم بالتقديم والتكريم كفالت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال بأصحاب الكريمة والبطون بالنعمة إنا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه التم الذي يتمكن في بروزه ليتشرف في موطن استقراره وموطن خروجه وقد قال الأقدار الذي بما قدر وأجمل من سر هذا النور sambil belajaran bermaulidan lah ini. خصصت به من خصصت وكان الله في الأرحام الشارفة الطاهرة حتى ولد بعالم الشهادة بشرا ذات بشر ونورا حيا الأفكار ظهوره وظهر فتعلقت همة الرقيم لحاز الهروب بأن يرحم في هذا القرطاس ما هو لديه من حدائق ذلك النور المعروف وإن كانت الأرض لا تفي بأصل إشار أوصاف ذلك الموصوف فليقف للسامعين من حواس المؤمنين وتروي عن المتعلقين بهذا النور الكبير وإنا لعنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سير أصحاب المحلوقين وما أقامهم به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقي الغاية في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين بأن التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا إلى التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ويرفعني في شفاعة هذا النبي الشافع في ذلك النعيم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آمن القلب يخد محرقت فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أحسن الشمائل وهنا نثبت ما بلغ إلى شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنزه في حديثها الأسماء والأبصار وقد ولقنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموجب في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدلت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة معبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أبصرته يد العلم القديم إلا من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فرقاه إلى بطنها فدمته أغشاؤها بمعونة الليل محافظة على حق هذه السرة والسوء الله عليه. فعملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشتر منه ألما ولا حيلا حتى مر الشهر بعد شهر من حمل وقد ضربت بلوزه إلى عالم الشهادة لتنبست على أهل هذا العالم قيودة الفضل وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى برسول الله والبشر
وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه القرة المكنونة والجوهرة المصونة والقوم كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى فرقة جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بوصي عبارة مولدة بكمال البشارة وما من حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات ممتدة بخدم بعطر الفرح إما قد أشرعت البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور itu Kuala Kalimantan Selatan. وظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبصد في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين الله هذا الحبيب اللهم صل عليه ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تأسيجا وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر والقدرة كشفت من هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور على من أتم الله عليه النعمة من خلاص الأمة أن يحجر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين فانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتاهم الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور المعمور وبرز العالم المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك
Bapak Udin. صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق الكتاب كتب الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورقا. والرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخصال واللفظ المرتوي على المعنى الجذب. إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع صورة أخلاق الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية.
ومن نشره بطاطرة الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشانه وله في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصحاب عناني وقد انوصل القرن في تدوين ما قدر المن وقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فعصر مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسوع خطبك كما يسوع التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير البرية نظرة إلهية خير البرية نظرة إلهية ما أنت إلا كنز عليا ما أنت إلا
اللهم صل وسلم وبارك على